رمضان 2025 جايب معاه باقة مميزة من المسلسلات الجزائرية اللي باش يزينوا السهرات الرمضانية. اليوم باش نكتشفوا مع بعض أهم الإنتاجات اللي باش تعرضها القنوات الجزائرية خلال الشهر الفضيل. نبدأ مع التلفزيون الجزائري الرسمي اللي باش يقدم مسلسل الفراق، قصة درامية عائلية تحكي عن زوجة تطلب الطلاق، لكن الزوج يرفض بسبب التزامه برعاية والده المصاب بمرض الزهايمر. تصاعد الأحداث يخلي المسلسل واحد من أكثر الأعمال المنتظرة. المسلسل من تأليف نسيم ياسع وإخراج يوسف محساس، وبطولة خالد بن عيسى، هيفاء رحيم، عديلة بندي مراد، زهرة حركات، عثمان بن داود، وأيوب عمريش. ما يقتصرش التلفزيون الرسمي على المسلسلات الدرامية فقط، بل يعرض أيضا أعمال باللغة الأمازيغية كيما إيلان نثمدورث وإن أبا ونظل، وأعمال كوميدية مثل داري ساكنها جن وفيها وعليها، اللي باش يعطونا جرعة ضحك في رمضان. أما قناة الشروق فهي داخلة بقوة هذا العام بمسلسل بنات المحروسة من تأليف وإخراج أسامة قبي، وبطولة عبد القادر جريو، سهيلة معلم، محمد خساني، ليديا شبوط، مني بوعلام، وعزيز بكروني. هذا المسلسل يحمل في طياته أحداث مشوقة وأجواء درامية قوية. وبالنسبة لمحبي الكوميديا، الشروق تقدم مسلسل الرباعة اللي يضم مجموعة من ألمع نجوم الكوميديا الجزائرية، يعني الضحك مضمون. قناة وان تي في تعرض مسلسل الشفرة اللي تدور أحداثه حول شابة تصبح طريدة للمافيا، ما يعني أننا أمام مسلسل أكشن وتشويق. أما لعشاق الدراما الاجتماعية فالمسلسل اللي فات مات يروي قصة سيدة أعمال تواجه تحديات كبيرة وتحاول تجاوز الماضي. في خطوة جديدة قناة سميرة تقدم مسلسلين، الأرض ولاكازات، اللي يبدو أنهما يحملان قصصاً مشوقة ومثيرة للاهتمام. بالإضافة إلى ذلك يعود مسلسل طيموشة في جزئه الثالث، وهو عمل كوميدي حقق نجاحاً كبيراً في أجزائه السابقة. أما قناة الحياة تيفي فتستمر في تقديم الموسم الثالث من مسلسل أحوال الناس، لكن بعنوان جديد، سيد الرجال، وهو من إخراج إدريس بن شرنين وبطولة عزيز بوكروني وإبراهيم دريس. رمضان 2025 سيكون حافلاً بالإنتاجات الجزائرية القوية بين الدراما، الكوميديا والأكشن. شنو أكتر مسلسل متحمسين ليه؟ شاركوا آراءكم في التعليقات، وما تنساوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب باش توصلكم آخر أخبار المسلسلات الرمضانية. نشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.